مساء الخير. ما تستقلش كلمة بسيطة، ضحكة بسيطة، ابتسامة، وقفتك، قرش بسيط ممكن يكون طوق النجاة لغيرك في وقت شدته. ممكن يكون هو بالنسبة له كل الحياة. ما تستقلش حنيتك، طبطبتك على حد موجوع في عز وجعه، في عز ألمه، في عز تعبه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ابتسامتك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، المساعدة المقصودة والغير مقصودة صدقة، والنية في الآخر الطيبة هي اللي بتعود عليك وعلى غيرك. يمكن كلمة منك في عز وجع بني آدم تاني تكون سبب في حياة جديدة له، تكون سبب في أمل جديد له، تكون سبب في نجاته من شيء معين، من حاجة فعلا كانت على وشك إنها تقضي على حياته. يمكن طبطبتك تكون سبب في رجوع أمل كان ضايع منه. يمكن كلمتك الصادقة واللي خارجة من القلب والطيبة اللي لوجه الله بجد تكون سبب في حل كان غايب عنه. يمكن الجنيه اللي تساعد بيه حد في عز زنقته يكون سبب في نجاتك ونجاته من شر كبير ومن حاجات كتير كان ممكن تحصل ليك وليه. فما تستقلش أبدا أي فعل ممكن يصدر منك يكون في نية طيبة وخير وصدق ورحمة لغيرك، إن يكون عند الله عظيم. جبر الخواطر عظيم جدا عند ربنا. من أسماء الله الحسنى الجبار، جبار القلوب وجبار الأرواح، اللي بيجبر خاطر بني آدم ربي بيجبر خاطره في كل حاجة. بلاش نصب غضبنا وزعلنا ومشاكلنا على غيرنا. وقفتنا جنب بعض وتكاتفنا مع بعض وابتسامتنا في وش بعض وكلمتنا الحلوة الصادقة في ميزان حسناتنا وفي حياة غيرنا بتفرق كتير. خليك النور والدفى لغيرك.